انا عند المدرسه اهو، لو في حد يا جدعان كان عايزني هنا يطلع لي. سكر يا ابني، يعني احنا فعلا في مصيبه. انا لو خايف على نفسك روح. ولا طيب يا ابني احنا فتحنا الكاميرا اتكلم مع الناس. مش عارف اتكلم اقول ايه يا مسيري، بقول لك في مصيبه، احنا في مصيبه. طب ماشي، ما احنا دايما بنصور قدام الناس عشان لو حصل اي مصيبه اكتر تبقى بره عننا، فاحنا دلوقتي فتحنا الكاميرا اتكلم قدام الناس وقول لهم على اللي حصل. يا جدعان انا صحيت من النوم، ابص تحت باب الشقه لقيت الورقه دي، لو خايف على نفسك روح عند المدرسه المهجوره والمستعمره موت. والورقه زي ما انتم شايفين فيها ولعه كده ونار. طيب انا دلوقتي يا جدعان انا مش عارف المصايب جايه لي منين. انا لما فتحت الفيديوهات اللي فاتت كنت طالع عامل مقالب وتحديات ونهزر ونضحك مع بعض، رنيت على الرجاله اهم، الرجاله كلها جت، اول ما رنيت عليهم جولي على طول. يعني احنا فعلا في مصيبه، انا مش عارف اتصرف ازاي، ولا الرجاله مستغربه اصلا، لان انا من زمان ما حصليش حاجه زي كده. طب دلوقتي انت اي حد يقول لك تعالى في اي حته بتروح؟ ما انا مش فاهم برضه يا ابني احنا لازم نروح، انا لو ما رحتش هيحصل لنا مصيبه يا جدعان. يا سلام، احنا لو رحنا هيحصل لنا مصيبه برضه. لو ما رحناش، لو خايف على نفسك روح. ولا يعني هو جايبنا عشان تقول لنا ما نروحش؟ ايوه يا اسطى مش هنروح يا اسطى، هو قاعد هنا لوحده. عندنا استغفر الله العظيم. تعرفوا تهدوا، احنا جايين نحل مشكله ولا نعمل مشكله اكبر؟ خلاصة الموضوع احنا لازم نروح المكان ده عشان نشوف الدنيا فيها ايه. انا قاعد معاك، ولا يوسف قاعد معاك، ولا لاشين قاعد معاك، ولا الشرقاوي قاعد معاك. هو دلوقتي وصل لك انت، فاحنا لازم نروح المكان ده. انا لو عليا هقول لك مش عايز اروح في حته. طيب يا اخواتي بعد اذنكم، بعد اذن اخواتي اللي يشوف الفيديو ده بالله عليكم انزلوا اعملوا لايك دلوقتي في اسرع وقت. مش عايز اروح اماكن يا اسطى، اسكت هيحصل مشاكل اسكت دلوقتي نروح. يابا هيحصل لنا مشاكل تاني يا اسامه، ما انا بيحصل لي مشاكل اسامه برضه يا اسامه. انتوا لو ما جيتوش معانا هيحصل لي مشكله اهو. اللي خايف عليا يا جدعان هيجي معايا، لازم نروح، لازم نروح بس. فانا دلوقتي يا جدعان اخواتي بعد اذنكم اعملوا لايك في اسرع وقت عشان الفيديو ده ينتشر، عشان لو حد عنده حل يقول لي في الكومنتات وانا هتابع الكومنتات. كومنت. يلا يا رجاله نتحرك، يلا يا صاحبي. يا اخواتي احنا دلوقتي جينا عند المدرسه في ظهرنا اهي. هنخش دلوقتي جنب المدرسه زي ما الورقه كانت بتقول. مش عايز كده يا عم سيبنا نخش عشان ولا لو خايف هيحصل مشاكل. لو خايف انا مش عايز مشاكل مع بعض، انا مش عايز مشاكل مع بعض. تعال نخش عشان نشوف في ايه. يا اسطى بيحصل لي مشاكل وربنا. ما تخافش يا اسطى، قبل اي كلام خدوا بالكم عشان ما حدش فينا يتغدى. ماشي، انت بقى المره اللي فاتت حصل مشكله وانت كنت بتخنقني. يا عم احنا دلوقتي داخلين على الورق، انا عايز اعرف فيه ايه. ولا يا عم، ولا اي حد يقول لك اي حاجه بتروح عليه. كل حاجه يا اسطى ده الشوارع فاضيه مفيش حد. يا عم هو اللي هيحصل بعدين. كده جنب المدرسه اهو يا جدعان، احنا كده جنب المدرسه. المفروض بقى يعني نعمل ايه ولا ندور على ايه؟ هو كاتب لك انها جوه المدرسه؟ لا قال لي جنب المدرسه او روح عند المدرسه. قال لي روح عند المدرسه. انا بقول لك احنا هنتقفل دلوقتي يا جدعان. اسكت بقى شويه. طب هو مش كاتب حاجه، هو قال لي تعالى عند المدرسه، انا جيت اهو. اعمل ايه طب؟ ارن على مين ولا اعلي صوتي ولا اقول انا مش فاهم حاجه يا جدعان؟ طب انت جاي تدور على في ايه اللي هنا عشان انا ما اعرفش انا ذات نفسي ما اعرفش حاجه هنا. تعالى هنا عشان ما تحصلش مشاكل. خلي بالك كاميرا هنا وكاميرات، ما تحاولش تدي عند المدرسه. انا مش عارف احنا المفروض ندور على ايه او نلاقي مين او نلاقي ايه. ما قالكش المكان يا اسطى بالظبط. هو قال عند المدرسه، انا عند المدرسه اهو، لو في حد يا جدعان كان عايزني هنا يطلع لي. في ايه؟ ولا ده لبس سكر يا ابني. سكر مين؟ سكر اللي كان معايا.